انا زعلان قوي يا جدعان، زعلان قوي. ماتش سهل ضيعناه، قصدي دوري سهل ضيعناه من ايدينا. تخسر من بيراميدز الماتش اللي فات، او التعادل قدام سيراميكا. حاجه تزعل ان النهارده انت بتنزل الزمالك فريق سهل، فريق سهل جدا. دقرته ثلاثه بسهوله جدا. انت مش، انا النهارده قاعد الاهلي بيجيب الجون في الثاني وعامل ماتش حلو ومقطع الزمالك كوره. فين مدرسه الفن والهندسه اللي بيقولوا عليها دي؟ معرفش. زعلان زعلان، انت خسرت الدوري لفرقتين اتفه من بعض. اتفرج على بيراميدز قدام انبي النهارده، مفيش كورتين ثلاثه بيعدي وبتاع، بيجيب جون والتاني والتالت، بس انبي برضه زنقه. انبي بيعرف يطلع عليه وبيجيب جوان وهدد بكذا كوره. والناحيه الثانيه برضه الزمالك قدام انبي كان، انبي برضه كان يقدر يكسبه وتعادل معاه في الاخر. وانت النهارده اهو بتكسب الزمالك بسهوله. وعلى فكره الماتش اللي فات قدام بيراميدز كان فيه كذا لقطه كنت تقدر تمشي الماتش صح، بس للاسف يعني الموسم هو عايز كده عشان الاخطاء اللي بتحصل من الاداره والكلام ده كله. لكن قبل ما نبدا في اي حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقه جديده. الاهلي بيكسب الزمالك 3-0 في قمه الدوري ال 132. بدا الاهلي في حراسه المرمى النهارده مصطفى شوبير، على اليمين احمد رمضان، على الشمال احمد كوكا. قلبين الدفاع ياسين مرعي وهادي رياض. قدامهم اثنين مروان عطيه وامام عاشور. على اليمين طاهر او حسين على حسب اللقطات اللي في الماتش، بن شرقي مهاجم، وعلى الشمال تريزيجيه. الناحيه الثانيه عندك الزمالك كان بادئ بمهدي سليمان في حراسه المرمى، على اليمين محمد اسماعيل، وعلى الشمال بنتايج. قلبين دفاع حسام عبد المجيد والونش. قدامهم اثنين محمد شحاته واحمد فتوح. قدامهم عبد الله السعيد على اليمين بتزير، على الشمال عدي الدباغ، والمهاجم كان ناصر منسي. بدا الشوط الاولاني بضغط من الزمالك. اول فرصه هدد بيها عدي الدباغ كان في الدقيقه الرابعه لما عدى كده وشاطها بشماله، لكن بتعدي اي حاجه من فوق العرض بتاعت شوبير. بتكمل نفس الكلام. في كوره في الدقيقه 12 طايشه كده توصل لناصر منسي، بتعدي برده بتشاط اي حاجه. وفي برده تسديده من عبد الله السعيد في الدفاع. بدا من بعدها، او في الدقيقه 7 صحيح، كوره وصلت تريزيجيه لو كان عامل فيها اوفرلاب مع كوكا كان ممكن يتشكل منها خطوره او يجي منها جول. بتكمل بعد كده بعد دقيقه 15 الاهلي بدا هو اللي يضغط بقى، بدا يسيطر على الكوره. احلى حاجه النهارده الاهلي كان بيلعب تحت الكوره، كان بيلعب على السلاح بتاع الزمالك. انت خدت سلاحه وقلبته ضده، دي احلى حاجه انت عملتها النهارده. في دقيقه 18 تقريبا او الدقيقه 17 الكوره بتوصل لطاهر ناحيه اليمين، بيلعب عرضيه ملفوفه حرير، بتوصل لبن شرقي مره واحده. كان تريزيجيه سابقه في الاول، بعد كده هو قطع على تريزيجيه، بعد كده حطها في الزاويه الشمال لمهدي سليمان، وبيسجل من الهدف الاولاني النادي الاهلي. وفي عندك في الدقيقه 22 كره نوعا ما تعتبر خطيره لولا تدخل ياسين مرعي فيها. الكره الطويله اللي وصلت لعدي الدباغ، لكن ياسين مرعي بياخدها مره واحده من قدام عدي الدباغ. في الدقيقه 28 اخيرا تريزيجيه افتكر ان بيلعب معاه باك شمال ولعب له الكره. كمان لعبها متاخر، لو كان لعبها بدري شويه الكره دي كانت جول 100%. الكره تريزيجيه ناحيه الشمال، كره طلع له كوكا يلعبها له، كوكا يلعب بالعرض توصل لبن شرقي على مرتين، مره يشيلها مهدي سليمان ومره يشيلها حسام عبد المجيد. الكره دي كان ممكن تبقى جول لو كان تريزيجيه اتصرف فيها اسرع من كده. كان كوكا كده واخد القرار ورايح صح وعمل الاوفرلاب صح. على فكره كوكا عمل ماتش جامد جدا النهارده، وبن شرقي وطاهر واحمد رمضان وهادي وياسين مرعي ومروان عطيه، في كام لعيبه هنتكلم عليهم برده في التقييم، بس ده في الاخر. وفي الدقيقه 30 كره ركنيه للزمالك توصل لعبد الله السعيد بيلعب بشماله كده، تسديده برده بتعدي اي حاجه من فوق عرضه مصطفى شوبير. بعدها في بدقيقتين او ثلاثه كوره بيطلع بيها دفاع الزمالك من تحت بقى، اللي هو احنا نبني كوره وبتاع، فبيغلطوا فيها بتوصل للاهلي تقريبا، مش فاكر وصلت لمين بالظبط، بس هي من بن شرقي في الاخر وداها لحسين الشحات، غمزها حلوه قوي لمهدي سليمان. جون ده بسبوسه، جون جميل قوي من حسين، بس قلعت التيشيرت مالهاش لازمه الصراحه يعني. اصل انت معلش الجون انت في الدقيقه 30 بتلعب تيشيرت ليه؟ خدت انذار على الفاضي. حسين الشحات من اللعيبه العصبيه، فممكن كان في اي وقت في الشوط الثاني مثلا يتخانق مع حد ياخد طرد على اساس بس ماشي هي عدت، بس هي كانش ليها لازمه يعني، كلقطه مالهاش اي 30 لازمه. عندك في الدقيقه 36 تسديده جامده قوي من مروان، عارف لو دي كانت في زاويه كانت جول. يتعامل معاها بالبوكس كويس المهدي سليمان. وبيرجع الزمالك تاني في الدقيقه 39 بيهدد الاهلي من كره ركنيه بالراسيه من ناصر منسي، ما جاش النهارده على فكره، او ما اتغذاش بكور كتيره تقول لك ان هو كان باين النهارده في الماتش. وبعدها تسديده برده طايشه من عبد الله السعيد. على فكره اغلب كور الزمالك في الشوط الاولاني كور طايشه ما تاثرش. الاهلي لما بيروح بكوره هتضرب، لما بتضرب بتوجع او بتجيب اجوان. يعني انت رحت مثلا باربع كور جبت جونين، وكل اربع كور خطيره يعني، كره مروان، كره بن شرقي، الجونين. وبيخلص الشوط الاولاني بتقدم الاهلي 2-0. الشوط الاولاني استغلت فيه اخطاء الزمالك. هي فرقه بتحب تلعب تحت الكوره وبتلعب على التحولات، انت لا، انت قلت له بس انا هنزل العب تحت الكوره، خد الكوره انت اتصرف. ما عرفش يتصرف، انت لعبت على اخطائه،
لعبت على الميزه اللي هو بيلعب عليها اللي هي التحولات، ضربته في كذا كوره، قدرت تسجل بدل الهدف 2 وضيعت بدل الهدف 2 وبيخلص، بس خلص الشوط الاولاني ممكن تقول فوق المتوسط. يبدا الشوط الثاني تبديله من الزمالك دي اللي تقريبا بوظت الماتش على الزمالك اصلا. انت بتلعب تشيكو بانزا اللي هو بتاع مرتدات وكور ومساحه، واحد بيجري بس مش هتاخد منه حاجه في الماتش. طلعت ناصر ونزلته ماشي، انت كنت تسيبها زي ما انت مثلا 10 دقايق وتشوف الدنيا، او كنت تنزل انا مكيد هو في البدري منه او محمد السيد، مش مهم. المهم عندي الاهلي بس. عندك في الدقيقه 51 اول خطوره من الاهلي، كوره من حسين الشحات لتريزيجيه بس ما استغلهاش وتعامل مع دفاع الزمالك بشكل صحيح. انت كنت مزنق الزمالك قوي حتى لو هو ماسك كوره وشايفه هو اخطر، بس خطوره فين؟ شوبير شال كام كوره؟ كوره واحده اللي في الاخر اللي شالها برجله دي بس. لكن المهدي سليمان شال كام كوره؟ 3. يبقى مين الاخطر؟ الاهلي. بسيطه. عندك في الدقيقه 52 مرتده الزمالك، كوره بتوصل تقريبا لعدي الدباغ مش متذكر مين، المفروض وبتتحسب ضربه جزاء. الكوره دي مش ضربه جزاء 100%، مش ضربه جزاء، اتصدت وتألق فيها مصطفى شوبير وعاش جدا، لكن الكوره دي مش ضربه جزاء. عيدها تاني، الاحتكاك كان لمسه بسيطه من هادي رياض، اول ما وصل عند عدي الدباغ عمل كده رجع لورا. ارجع تاني وشوفها، مش مهم تتلعب وتألق فيها مصطفى شوبير بس. الحرام ما يدومش، بس هو ده. هتقول لي حكام اجانب ومش حكام اجانب، ماليش دعوه، انا مش انا اللي بعين الحكام، انا ماليش دعوه. تمام. عندك في الدقيقه 59 تسديده كده من محمد شحاته بتعدي من جنب القائم، لكن ما تشكلش خطوره للاهلي. هي ممكن لو خبطت شحاته كان ممكن تترد في الجون، بس ايه طالما بره ما شكلتش خطوره على الاهلي فخلاص يعني. عندك في الدقيقه 60 تبديله للاهلي، بيخرج حسين الشحات بينزل ديانج. انا بالنسبه لي كنت تنزل برمضان، امسك نص الملعب ككوره اكتر، احنا من الزمالك من الكوره بدل ما تنزل ديانج اللي هو الدستروير اللي انت بتقطع بالكوره. حتى ديانج ما تحسش ان هو اللي انا عايز اعافر في الكوره ومش عارف ايه وبتاع، ما بيلعب على الواقف بس مش مشكله. ولقطه ان هو خد شيرت الكابتن في الاخر دي صراحه الوحيد تقريبا اللي خد شيرت الكابتن ما اتضايقتش ان هو خدها، بس مش مشكله طالما دي اخر مره هياخدها او المره الوحيده والاخيره اللي ديانج يبقى فيها كابتن في الفرقه هو الاقدم. انا قعدت افكر مين اللي هياخدها، كوكا ولا شوبير ولا طاهر. لا افتكرت ان ديانج اصلا هو كان ليه بدا لعب من قبلهم في 2019. عندك في دقيقه 61 فرصه خطيره للاهلي، تسديده من طاهر على تسديده من تريزيجيه على بن شرقي، حاجه قعدت تخبط في بعض كده وتعدي بالسلامه كده على دفاع الزمالك يعني. دقيقه 65 نرجع بقى لمربط الفرس زي ما بيقولوا يعني. ضربه الجزاء بلمسه يد، مش فاكر على مين، تقريبا من لعيبه الزمالك محمد شحاته او الونش حد زي كده. المفروض دي زي بتاعت سيراميكا، بل بتاعت سيراميكا اسهل يا اسطى، بتاعت سيراميكا اسهل. بتاعت سيراميكا ياسين مرعي كان جنب خط التماس، واحمد هاني ساعتها كان جوه ال 18، لكن دي في الاثنين كان جوه ال 18 وقريبه، وفضلت دي فجه قوي باينه قوي يا جدعان. كره زي دي تقول لك ان الدوري متوجه، بسيطه. كره زي بتاعت احمد هاني في ماتش سيراميكا دي تقول لك بسيطه متوجه، هي اهي هي بل دي اصعب كمان ان هي تتحسب عشان من قريب يعني، بس هي ضربه جزاء صحيحه كده كده. بيخش عليها تريزيجيه سوء توفيق بتيجي في العارضه مش مشكله. بعديها هجمه مرتده للزمالك، بن شرقي بيلعبها لتريزيجيه تقريبا في الدقيقه 67 او الدقيقه 68 في الاواخر يعني. تريزيجيه استعجل فيها وعايز يسدد، كان وراه امام فاضي، وانا كنت حاسس لو كان برضه وصلت لامام كان ممكن يضيعها وما تخشش جول، بس الفرصه بتضيع على الاهلي. الماتش ده كان لازم يخلص سكور، الماتش ده كان لازم يخلص سكور محترم. هتقولي ما 3 حلو، لا بالنسبه لي مش اكتساح بالنسبه لي بيبدا من اول 4 او 5. انا كسبته مش فاكر مع كولر في 2024 كسبنا 4-1، قبلها مع موسيماني في 2022 كسبنا 5-3. نفسي في حاجه زي كده، الحاجات اللي هي بتدوس هينو اضربه دوس على وشه، فاهم. دقيقه 70 تبديله من الزمالك، بتنزل ادم كايد مكان عبد الله السعيد، قصب بقصب يعني، حاجات مالهاش اي 30 لازمه. 74 احلى جون جابوا الاهلي النهارده، كره من بن شرقي بيسلمها لكوكا، بيسلمها لبن شرقي تاني لامام بيديله تمريره، بن شرقي بيروح على الكوره، جون بلاي ستيشن يا جدعان. الارتور اللي حطها بتاعت بلاي ستيشن، ما بتجيش غير في البلاي ستيشن، عدت من تحت الونش ولفت كده من تحت المهدي سليمان، وايه جون جميل قوي، ده احلى جون في الثلاثه تقريبا. لما خلاص بقى الاهلي جاب الجون الثالث خلاص اللعبه بدات تطمع شويه، ده الطبيعي. والتغييرات كانت غريبه، انا بالنسبه لي دوس يا عم عليه، دوس اكتر، سيب بن شرقي يكمل يلعب يجيب هاتريك، طلع امام يا عم ونزل، كنت طلع بدل ما كنت تطلع بن شرقي كنت تطلع امام ونفس التبديلات زي ما هم اللي نزلوا، وكنت تنزل احمد عيد بدري شويه عشان تحرر الجبهه اليمين اكتر بدل احمد رمضان.
هو عامل ماتش حلو دفاعيا، بس هجوميا انت ما شفتوش غير في كوره واحده بس لما رقص فيها شيكوبانزا وادم كايد وعدي الدباغ، يعني كلفه الثلاثه في واحده حلوه قوي. في الدقيقه 80 تبديلتين للزمالك، بيخرج فتوح وعدي الدباغ وبينزل مكانهم محمد السيد وسيف الجزيري. وبرده كان فيهم تبديلتين مع للاهلي، بيطلع بن شرقي وتريزيجيه، بينزل برمضان ومروان عثمان. ما اضافوش حاجه الاثنين، بس يعني حاولوا يعملوا حاجه. في كوره كده في الاخر مروان عثمان استفزني فيها، احمد عيد طلع لك خلاص والدنيا فاضيه، انت لو كنت بوش رجلك كده وديت احمد عيد كان يلعب بالعرض ياخد ركنيه. كان ممكن حد لحق ورجع وطلع قدام مثلا على ال 18 كان لعبها له بالعرض، يشوطها تيجي منها الجون الرابع. نفسي ندوس نغير من فكرنا شويه، مش اللي هو خلاص انا بضيع وقت في فكر، لا انت بتلعب الزمالك يعني فاهم، مش بتلعب فرقه منافسه. عندك في الدقيقه 84 تالق عظيم جدا من مصطفى شوبير، الكره اللي بالعرض اتلعبت لسيف الجزيري، بيشيلها برجله اليمين وتعدي الحمد لله على خير عشان نطلع بكلين شيت. الاهلي ما طلعش بكلين شيت من يوم 23 فبراير قدام سموحه، الماتش في الدور الاول لما كسبت 1-0 بجون مروان عثمان من رمضان. يا جدع احنا صايمين عن الكلين شيت من رمضان، انت متخيل؟ طلعت بكلين شيت ماتشين ورا بعض، الجونه وسموحه، بعد كده مفيش كلين شيت تاني، فاهم؟ انت بقالك شهرين و8 ايام ولا 9 ايام اهو، كتير قوي من غير كلين شيت. بعدها في الدقيقه 85 بيطلع زيزو وبيطلع احمد رمضان وبينزل مكانهم احمد عيد قصدي بيطلع طاهر وبينزل زيزو، اتلخبطت معلش، وبيطلع احمد رمضان وبينزل مكانه احمد عيد. برده ما اضافوش حاجه، لكن زيزو تحسه كان نازل عايز يعمل حاجه بس كان شايل يعني، ده هم 9 دقايق اللي لعبهم كده. الاهلي حاول يلعب على المرتده في كذا كوره، لكن الدنيا ما ظبطتش معاه عشان الحلول الهجوميه قلت شويه، لكن مش مشكله. بس خلاص انت بتموت الماتش في اخر 9 دقايق مع تبديلات ممكن هدت الريتم شويه، بس مش مشكله. انت بتكسب الزمالك، مش عارف الزمالك هيقع ماتش من الماتشين جايين 100%، كده محتاج الزمالك يقع ماتش واحد. الزمالك لو كسب ماتشين هيبقى 56 نقطه، الاهلي لو كسب الماتشين هيبقى 53، اقصى عدد نقط هيوصلوا الاهلي 53 والزمالك 56. الزمالك مثلا خسر الماتش الجاي وكسب اللي بعديه هيبقى 53 زيه، بس انا هتفوق عليهم مواجهات مباشره. لكن الناحيه الثانيه عندك بيراميدز 50 نقطه، فانت تفكر فيها كده، بيراميدز يكسب الماتشين وياخد الدوري وانت تبقى مركز ثاني والزمالك يطلع ثالث، ولا الحاجه المستحيله؟ اصل هم الاثنين هيلعبوا نفس الفريقين، سموحه وسيراميكا، فصعب انه سموحه وسيراميكا يكسبوا الماتشين ورا بعض، دي حاجه في ضرب الخيال يعني، ممكن تحصل بس اتمنى احنا نكسب المصري وانبي يعني، فاهم؟ حصلت كسبنا الدوري ما حصلتش، اتمنى بيراميدز يكسب الدوري واحنا نطلع مركز ثاني. في الاخر بقى تعالى نخش الفقره تقييم اللعيبه. بدا في حراسه المرمى مصطفى شوبير، اما عمل ماتش كويس قوي مصطفى شوبير ولا غلط النهارده. تقييم مصطفى شوبير النهارده في الماتش 9 من 10. لعب على اليمين احمد رمضان مفيش حلول هجوميه، احمد رمضان غلط في كوره واحده بس دفاعيا. ماتش اجمالا ماتش كويس من احمد رمضان، ياخد 7 من 10. ناحيه الشمال كوكا عمل ماتش 3 ماتشات الزمالك الموسم ده كوكا لاعب فيهم احسن 3 ماتشات في تاريخه تقريبا مع الاهلي، مع ماتش اتحاد جده اللي في كاس العالم. كوكا النهارده ياخد 8 من 10. لاعب ياسين مرعي بيعوض اخطائه الماتش اللي فات وبيعمل ماتش عالمي النهارده، ممكن ياخد فيه 8 من 10 جنبه هادي رياض نفس ال 8 من 10. لاعب قدامه في نص الملعب مروان عطيه عامل ماتش كويس قوي والروح، وبيقطع كرة هنا وهنا وهنا ومش راح من نفسه في الملعب في كل الماتشات، حتى الماتش اللي فات حتى واحنا خسرانين. مروان عطيه النهارده ثاني نجوم الماتش بعد بن شرقي، ياخد 9 من 10 او ثالث نجوم الماتش عشان الثاني هيبقى هقول لك عليه دلوقتي. لعب جنبه امام صراحه، رعونه عمل اسيست او كل حاجه، بس يعني هو احسن من الماتشين الثلاثه اللي فاتوا، شد شويه في الاول، في شويه روح، بس يا معلم مش كده، العب فاهم، العب يعني، عايز احس بيك زي بن شرقي النهارده، حسيت بيه زي طاهر، حسيت بيه فاهم، ده اللي انا عايزه، زي اسمه ده مروان عطيه النهارده حسيت بيه. امام عاشور النهارده ممكن اديله 6 تمام، مش هتمشي 6 وخلاص على الاسيست يعني. حتى على اليمين طاهر بقى ده هو الثاني نجوم الماتش، 9.5 النهارده، عرضيه واسيست وبيرجع يدافع وبيحاول. طاهر بيجيب اقصى طاقاته، ماتش من ماتشات السيزون اللي فات. حسين الشحات برضو يعني طاهر 9.5، حسين الشحات النهارده من نجوم الماتش، ممكن يبقى هو الرابع، ياخد 8.5 من 10، جاب جون حلو وبيحاول بيعافر. ناحيه الشمال تريزيجيه، يعني لو كان بطل الانانيه في ماتش زي النهارده تريزيجيه كان هيبقى ماتش من ماتشات عمر تريزيجيه. 7 من 10 تريزيجيه قدام عريس الليله بن شرقي، جونين واسيست 10 على 10. اول مره اقيم مع اللعيب من 10 على 10. نزل بقى تبديله الاهلي تقريبا من الدقيقه 60، نزل ديانج
لعب 30 دقيقه عادي، 5 من 10 متوسط يعني. في الدقيقه 80 نزل تبديلتين، نزل بالرمضان ونزل مروان عثمان. ممكن تقول ما اضافوش حاجه، 3 من 10. نزل احمد عيد وزيزو في الاخر، لا تقييم، لعبوا 9 دقائق يعني. بس الاهلي بيخلص بفوز كبير. نتمنى نكسب الماتشين الجايين، مش مهم بقى نتائج الفرق الثانيه. ان شاء الله ان شاء الله هيوقعوا، ونفسي في الوقعه الكبيره ان هم يخسروا ونكسب الدوري. ما حصلش نطلع مركز ثاني والزمالك ما يكسبش الدوري. انا بالنسبه لي دي من احلى الحاجات اللي ممكن تحصل، الزمالك ما يكسبش الدوري، حتى لو بيراميدز اللي هيكسبه عادي بالنسبه لي. واطلع انا مركز ثاني، في الاخر يطلع هو مركز ثالث ويرجع كونفدراليه ثاني زي الكلب، وان شاء الله يخسر فاينل الكونفدراليه ويطلع بموسم صفري، يبقى انا كسبان السوبر وهو طلع ولا حاجه. فاهم؟ انا بالنسبه لي السوبر مش بطوله يعني بالنسبه لي يعني يوم ما ببدا اقول انا ابتديت اكسب بطوله هو الدوري. فاهم؟ بعد كده نخش افريقيا تمام. يلا تعالى نحط الكاس على السوبر بقى، على لو الرابطه لو امكن يعني، على الانتر كونتيننتال لما كسبناها السنه اللي فاتت قدام اسمها دي قدام العين. بس يعني فاهم انت بطولات بتحب انت ايه، بتعد عدد البطولات من اول اتنين، فاهم؟ مش من اول سوبر يعني، فاهم؟ بس كده مجرد ده كان مجرد راي شخصي وبس. قول لي برايك تحت في الكومنتات، لو عايز تقيم اللعيب برضو معانا في الكومنتات تحت. بس يلا تنساش تدعي لاخواتك في السودان وفي فلسطين، وصلي على النبي. يلا السلام عليكم.